السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا شباب في اليوم الثالث والأخير في التطبيق على الكلاس والأخير عامة في التشالنج بتاعنا. الحمد لله قدرنا نوصل للمسألة الأخيرة. الناس اللي وصلت معايا للمسألة الأخيرة قطعت شوط كبير جدا، إن شاء الله تكون استفادت. فخلينا نبدأ الأول في آخر مسألة. Event Emitter. قبل ما نشرح المسألة، هو هنا بيعمل سيموليشن او بيحاكي ايه او ايه هو الاميتر دي هي عبارة عن فانكشن او ميثود في النوت جي اس. بتعمل ايه؟ انا مثلا لو عندي بقى بعت رسائل واتس، لو انا مثلا ماسك الواتساب بتاعي في حد بيبعت لي رسالة، هل وانا فاتح الشات بتاعنا كده محتاج ادوس على زرار معين علشان اشوف التحديثات هل في رسائل جديدة اتبعتت ولا لا؟ قال لك لا، هو مجرد ما بيدوس او يحصل اكشن معين هو بيظهر لك مره واحده. تمام. تاني حاجه رسائل الماسنجر، لما بيجي لي نوتيفيكيشن مثلا اللي هو في رساله جات لي، هل انا لازم كل شويه ادوس على زرار معين عشان اعرف في رسائل جات لي ولا لا؟ قال لك لا، انت ممكن تكون حاطط التليفون قافله، واحد بيبعت رساله اول ما يبعت لك سند يدوس على زرار اهلا عامل ايه ولا كده، يبعت لك رساله تلاقيها على طول جالك نوتيفيكيشن. فهو ده الاميتر، ان حدث يحصل بدون ما انا اتدخل فيه. ليها طبعا كذا اسم في النوت جي اس، بيقولوا عليها سوكيت اي او، هتلاقيها في الباك اند دوت نت هتلاقيهم بيقولوا عليها سيجنالينج او سيجنال ار، وهكذا. تمام، مش موضوعنا، بس كنا بنفهم ايه هو المسألة دي بتطبق على ايه. بيقول لك انت عندك كلاس اسمه ايفنت ايميتر، عاوزك تعمل ايه في 3 ميثودز هنا بيحصلوا. اول حاجه في السبسكرايب عاوزك تعمل ايه؟ عاوزك تخزن كل ايفنت بالكول باكس بتاعته. يعني انا ممكن يكون عندي ايفنت معين وليكن اسمه ايفنت 1، تمام، والايفنت ده يكون ليه كذا كول باكس، فهنخزنهم كذا كول باكس، فخزنهم في صورة اري. كول باك واحد، تمام، كول باك اتنين، وهكذا. تمام. طيب في الان سبسكرايب عايز يعمل ايه؟ عايزك تمسك الايفنت اللي هو جايبه دون وتروح تشيل الكول باك منه. يعني هروح جاي اقول له مثلا وليكن في الايفنت الاولاني دون عاوز اشيل الكول باك اللي هو كول باك واحد اللي هو يكون مديهولي هنا. تمام. طيب في الاميت اللي انا لسه قايل عليها اللي هو ايه؟ يحصل تنفيذ للكول باك ده. فيعمل ايه؟ هقول له في الاميت هنا روح هات الايفنت اللي اسمه كذا اللي هو النيم اللي هو جايبه، وروح على الكول باكس اللي فيه كلها كول باك 1 وكول باك 2 وهكذا، واديهم الارجيومنتس اللي هو مديها لك دي عشان نبدا ننفذه. تمام، ده كده باختصار المطلوب. فخلينا نبدا. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، انا محتاج اجي في الكلاس هنا اعمل ايه؟ محتاج اعمل كونستراكتور. ايه هو الكونستراكتور ده؟ قلنا ده اول حاجه بتتنفذ اول ما بنعمل اوبجكت من الكلاس. يعني اول ما باجي على الكلاس ده واعمل اوبجكت منه، اللي هو مثلا اقول وليكن تحت كده بنيجي زي ممكن نلاقي مثال هنا، اللي هو مثلا باجي اقول ليت وليكن ليت emit 1 equal new، ماشي، واجي امسك اسم الكلاس بالشكل ده event emitter. اول ما بعمل كده تمام وابدا استخدمه بيحصل ايه؟ بيروح جاي حاصل كول للكونستراكتور ده. طيب هعمل ايه في الكونستراكتور؟ قال لك انا مش محتاج اخزن الايفنت وابدا الوب عليهم ومش عارف ايه الحاجات دي كلها. طب اخزنهم في ايه؟ انا محتاج هنا اعمل وليكن فاريبل هقول له this اللي هو الاوبجكت الحالي اللي عندي دون this dot events بالشكل ده equal object. طب ليه اوبجكت يا بلال؟ عشان انا عاوز اخزن بالطريقه دي. اخزن الايفنت نيم كبروبرتي او ككي، تمام، واجي في الفاليوز بتاعته هنا بالشكل ده احطه في صورة اري واحط الكول باكس بتاعت اللي هو كول باك 1، تمام، كول باك 2، وهكذا بالشكل ده. فهنعمل اوبجكت. تمام كده انا عملت initialization للفاريبل اللي هبدأ استخدمه. تمام. هاجي هنا في الكول باكس هعمل ايه؟ اول حاجة هروح اتشيك لو الكول باك ده مش موجود. لو مسكت this دوت ايفنتس اللي انا الفاريبل اللي انا عامله اوف الايفنت نيم، انا دلوقتي بعمل ايه؟ بقول له هل الايفنتس ده جواه حاجه اسمها ايفنت نيم؟ لو مش موجود هعمل ايه؟ لو مش موجوده ببساطه اروح جاي اعملها. ليه؟ عشان هبدا استخدم ايفنتس اوف الايفنت نيم ايكوال array فاضي. تمام كده انا عملتها. بعد كده هبدا اعمل ايه؟ بعد كده اروح جاي هنا وابدا بقى ايه؟ اخزن فيه this dot events of الايفنت نيم دوت بوش. تمام كده انا هبدا امسك الجزء ده اللي هو الاري، فاعمل ايه؟ دوت بوش
واروح جاي هبش فيه ايه، هبش فيه الكول باك بتاعي. هو قال لك في السبسكرايب عاوزك تعمل ايه، تبش الكول باكس، تخزنها، تخزن الكول باكس في الايفنت نيم الخاص بيها. تمام بالشكل ده. طيب في الريتيرن ايه اللي هيحصل، قال لك عاوزك تشيل الكول باك الحالي. فانا في الريتيرن هعمل ايه، اول حاجه اعملها هو ايه، ان انا اروح جاي ماسك this دوت ايفنتس بالشكل ده اوف الايفنت نيم. هو انا كده يعتبر ماسك ايه يا شباب، اما اعمل كده، سوري، ايفنت نيم. كده كده انا ماسك ايه، ماسك الاري او ماسك الايفنت نيم الحالي، ماسك الاري بتاعه بقى اللي فيه كل الكول باكس. هو عاوز نعمل ايه، اشيل الكول باك الحالي ده في الان سبسكرايب، اشيل الكول باك الحالي. فانا هعمل ايه، همسكه واروح جاي اقول له this دوت ايفنت نيم كده عشان ابدا ايه اعدل عليه. تمام كده انا ماسك ايه الاري دوت فلتر. تمام بالشكل ده. واجي في الفلتر اقول له انت هيبقى عندك الفلترز ده او الاري ده عباره عن كول باكس. وهاجي اقول له ايه، الكول باك الحالي. تمام الكول باكس لو هو not equal الكول باك. انا هنا بعمل ايه، هو الفلتر دي بترجع لي ايه، الفلتر دي بترجع لي نيو اري. تمام هنا كل اللي هيرجع من هنا نيو اري. فده عباره عن ايه، عباره عن اري. فانا كده بخزن، بعيد تخزين الكول باكس بتاعت الايفنت نيم بعد ما اشيل منها الكول باك الحالي اللي هو ده. فانا بقول له ايه، طول ما هو الكول باك ده، انا بص هنا بعمل ايتريت، هنا بيعمل ايه، بيمشي ده الكول باك ده كل مره بيكون عباره عن ايه، عن ده الكول باك الاولاني، بعد كده بيبقى الكول باك التاني، وهكذا. فانا بقول له هل ده ما بيساويش الكول باك الحالي، خلاص خزنه في الاري لحد ما اوصل مثلا وليكن كول باك 2. هل كول باك 2 بيساوي الكول باك ده، لقيته بيساوي ده، خلاص ما احطوش في الاري. كده انا فلترتهم، عملت فلتريشن. قعدت طول ما هو ما بيساويش احطه في الاري، طول ما هو بيساويش احطه في الاري، طب بيساوي لا اشيله من الاري. تمام كده في الان سبسكرايب. نيجي في اخر حاجه اللي هو الاميت. ايه اللي بيحصل في الاميت، قال لك انك تنفذ كل الكول باكس، اللي هو تنفذ كل الكول باكس وتديها الارجيومنتس. فانا هعمل ايه هنا، اول حاجه هتشيك، هو انا مش ممكن الزيس دوت ايفنتس اللي عندي دي ممكن اصلا ما يكونش فيها الايفنت نيم ده. طيب اللي هو نوت هنا كده قبليها معناها اللي هو ايه، مش فيه. هل هو مش فيها فترجع ترو. المفروض دي مثلا لو هو موجود هترجع ترو، عكس الترو فولس، فالكونديشن ده مش هيشتغل. طيب لو هو ما فيهوش هيرجع فولس، نوت الفولس ترو. فساعتها لو جايب ريتيرن نل، انا ما اعتقد قال لي في السؤال نل، في السؤال ريتيرن، لا ريتيرن اري فاضي. فساعتها هاجي هنا هريتيرن اري فاضي. ليه مفيش اي كول باكس اتنفذت. طيب في حالة اني لا ده خلاص ده ما دخلش الكونديشن ده، معناه اللي عندي ايفنت، فعلا عندي ايفنت بالنيم دون، وكمان في كول باكس. فهعمل ايه، هروح جاي عامل ريتيرن. تمام ريتيرن الايه، للزيس دوت ايفنتس اوف الايفنت نيم، بسم الله الرحمن الرحيم، دوت ماب دي هتعمل ايه، هتساعدني اعمل ايه، هعمل ايتريت عليهم. يعني ايه iterate، يعني زي الفلتر اللي فوق بتمشي عليهم برضو واحد واحد، وبترجع الناتج في صورة array. طيب هعمل ايه، انا كده بمشي على كل باك، هعمل ايه، عارف كل باك هروح جاي اقول له كل باك دون، انا كده بايتريت عليهم، انا بمشي عليهم كل باك. هروح جاي اقول له كل باك اعمل ايه، اعمل كول واديله الارجيومنتس بالشكل ده. فهو يعتبر مثلا وليكن مثلا عندي الايفنت اللي اسمه ايه، اللي اسمه وليكن ايفنت واحد. تمام بالشكل ده. فهو بيروح جايب الاري ده كده اللي هو عباره عن الكول باكس بتاعته. الكول باكس دي عباره عن فانكشن كول باكس، فاهم يعني هي عباره عن فانكشن اصلا. فبنيجي هنا بعمل اتريت عليهم، بمشي على كول باك وببدا اعمل ايه، ببدا امسك كل كول باك كده وليكن كول باك 1، واديله الارجيومنتس اللي هو جايبها لي هنا كده بالشكل ده. تمام. طب الناتج اللي بيبقى عندي اري، الماب، الفلتر، الريديوس بيرجعه في الاخر اري. فهو بيرجع لي في اري وليكن ريزلت 2 1 مش هكذا، بيرجع لي النواتج بالشكل ده. تمام. سمي بالله كده ونرن، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام صمت، بسم الله.
تمام، الحمد لله accepted. بكده نكون انتهينا من الحمد لله بفضل الله. قدرنا ننتهي من التشالنج بتاعنا. اتعلمنا في حاجات كتير، استخدمنا في كذا ميثود كذا، يعني استخدمنا كذا توبيك، اتعلمنا كذا لوجيك، اتعلمنا حاجات كتير قوي. اتمنى اكون قدرت افيدكم. في الاول وفي الاخر انا مجرد يعني حد ممكن اكون غلطت طبعا، فاعذروني لو في اي غلط، لو في اي حاجه ما قدرتش اوصلها بالطريقه المناسبه. حاولت على قد ما اقدر طبعا زي ما قلت ان انا اسهل المعلومه، اسهل الشرح، اسهل جوده الفيديوهات، اخلي الناس تراجع الفيديوهات ورايا بحيث تشوف استوعبت الفيديوهات ولا لا قبل ما انزلها. فاتمنى اكون قدرت افيدكم. اتمنى لا تنسونا من صالح دعائكم، انا وكل الناس اللي ساعدتني وكل الناس اصلا اللي ساعدتني في التعلم اصلا. ففي الاول وفي الاخر انا مجرد سبب، واحنا كلنا اسباب عشان نقدر نساعد بعضنا ونقدر نوصل معلومات لبعضنا. فاللي عنده معلومة مبخلش على حد بتوصيل المعلومة. آه وفي الاخر شكرا ليكم، شكرا لكل الناس اللي دعمتني اللي انا اخلص الفيديوهات، الناس اللي علقت بالايجابي على الفيديوهات. واتمنى يا رب اكون قدرت افيدكم، واتمنى اكون العمل دون لينا مش علينا، انا ولكل الناس اللي ساعدتني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.